فريد شوشان باش يحكي لنا عن النادي الافريقي بما انه لعب على في زوز ماتشات. نحكيو على الشامبيونز ليغ ليتوال. صحيح، يظل لي الهدف البرهومي هو اللي اعطى الامل للنجم الساحلي. مباريات كانت صعيبه، شفنا هلال السوداني عنده امكانيات كبيره، شفنا النجم الساحلي امن بحظوظه لاخر وقت بعد الهدف والتقدم تاع الفريق السوداني، وهذا مهم جدا رغم الوضعيه اللي فيها النجم الساحلي، عدم الانتداب، اللاعبين شبان، لكن رغم ذلك في مباراه الذهاب كان فوز من جاكمبي بهدف في اخر الاوقات كذلك 88 دقيقه، ياكد الطموح مشروع مع لاعبين مع الاشكاليات الكبيره اللي فيها النجم الساحلي كما قلت، عدم الانتداب، لاعبين شبان قاعدين يقدموا مردود وخلاو 4 نقاط النجم الساحلي، الهلال السوداني 4 نقاط، 5 نقاط ترجي 5 الترجي، وباش تكون مباراة فاصلة المباراة القادمة. مردود من ناحية المردود مطالب النجم الساحلي عماد بن يونس أكثر عمل، خاصة وأعطاء اللاعبين الشبان، شفناهم الشماخي كذلك بوكونغا اللاعب المفروض على النجم الساحلي ما شفناش الإمكانيات الكبيرة، كذلك العبد اللي مش قاعدين يقدموا في المردود، وسط ميدان سي دي بي جاكمبي معهم عبيد، معناها لازم عدة تعديلات في الفترة الراحة باش يكملوا زوج مباريات بطوله. رابطه الابطال ماهيش سهله هذا العام، بالامكانيات الموجوده باللاعبين الشبان لازم نشوفوا لاعبين كراقي العواني اساسي، كجرتيلا اساسي، كالبرهومي اللي سجل اخر هدف اساسي، وهذا مهم جدا كما قلت بالامكانيات بالموجود النجم الساحلي، حضور الجمهور نتاعو في المباريات حاسمه، يلعب خارج الميدان نتاعو في رادس رغم انه في تونس لكن خارج الميدان مطالب اكثر ان شاء الله. الترجي يلعب زوج مقابلات في رادس، وليتوال تلعب مقابله في رادس وتخرج للبيترو. وليتوال تستقبل، هي اللي تستقبل الترجي الرياضي. اي لكن في رادس نقولها صراحه نعيمه، بيترو هي من الناحيه الفنيه احسن من زوج فرق نتاع التونسيين، هي باش تكون في راس المجموعه، راس المجموعه عندها فريق معناها المرتبه الثانيه باش يلعبوا عليها الترجي وليتوال نجم والترجي والهلال مازالت عندها، لكن في رايي باش تكون مباراه ما بين النجم الساحلي والترجي هي الفاصله، زوج فرق تونسيين مازال الوقت في فيفري في فيفري، لكن في رايي ديما نقول كاس افريقيا ورابطه الابطال وخرنا شويه في البطولات نتاعنا، بطوله ضعيفه اثرت تاثير كبير على الفرق نتاعنا. الترجي او النجم الساحلي العام اللي فات ما كانش موجود النجم الساحلي عوده، لكن الكاليتي نتاع اللاعبين بعد 12 مباراه واربع مباريات رابطه الابطال ما شفناش المردود صراحه. معناها جاكمبي في مباراه الذهاب في رادس تسديده ممتازه، شفنا كذلك ديما في اخر المقابله اكيد، وحتى اللاعب لازم اكثر عمل، اللاعبين هذوما ما تطوروش، يعني نشوفوا احنا عبيد او الورتاني او كذلك جبالي في وسط الميدان، احترام الخطه، شفنا في مباراه 3-5-2 نجم الساحلي بدخول جاسم، في مباراه 4-3-3 لازم الاستقرار على اللاعبين والعمل خاصه على وسط الميدان مهم جدا في كره القدم، باش نراو لاعبي الوسط شوفوا مع 18 متر كما شفنا جاكمبي، ما يمكنش نلعبوا على الحظ، راهو فرقنا التونسيه عندها تاريخ وعندها امكانيات، لكن العمل هو المطلوب مع تحسين في البطوله باش نجموا نراوهم فرقنا تنافس. فنيا ليتوال قادره باش تتخطى المجموعه هذه؟ كما قلت قادره فنيا شفناها، حتى مباراه الترجي احسن مباراه قام بها النجم الساحلي هو شوط ضد الترجي، قدم مباراه هو الريفيرونس اللي يخدم عليه عماد بن يونس، في رايي قادر كما قلت، كل شيء 50-50، ترجي نجم الساحلي في رايي هما الاقرب رغم ان مازال الهلال السوداني، بيترو مستوى اعلى، شفنا بيترو اتلتيكو ضد نجم الساحلي فاز عليه، وشفناه كذلك ضد الترجي تعادل معه في رادس. ناخذوا فكره على ليتوال وبعد نرجع لك الكلوب افريكا.